هنعمله حبايبي مع بعض طاجن صدق بالبطاطس تحفة. قطع 2 بطاطس، يعني اقل من نص كيلو، وحطيت معاهم معلقة مستردة وتوم فريش، وهحط البهارات معلقة شطة، معلقة ماجي، 7 بهارات، بهارات لحمة، ومعلقة فلفل اسود، ونص معلقة كمون عشان البطاطس. انتوا عارفين البطاطس برضو بتحب الكمون. هنا هحط نص البهارات هنا واقلبها كويس، وبعد كده نص البهارات هحطها مع الخضار اللي مقطعه 3 طماطمات، قرنين فلفل اخضر، قرنين فلفل احمر، بصلايه. طبعا عنده فلفل الوان بتبقى جميله جدا، بس انا ما كانش عندي فلفل اصفر. والصدق طبعا مش محتاج بهارات لان هو متبخر. طاجن خفيف وسريع، مش هياخد معانا حاجه. هنا بقى بحط حبه بطاطس، وبعد كده حبه من الخضار اللي انا عاملاه، وحبه صدق، وهكذا بقى لغايه ما الطاجن يخلص. طاجن طبعا خفيف مش مسبك، ني في ني، عشان طبعا الجو حر. يعني الحاجات المسبكه برضو بتتعبنا شويه. مع طبق رز الشعريه طلع تحفه وخفيف. يعني حطيته برضو في الفرن، ما خدش معايا حاجه. طبعا انا مبقولكوش على مده التسويه، لان كل واحده عارفه بوتاجازها بياخد قد ايه. يعني مثلا بياخد معايا ساعه الا ربع، ممكن واحده ساعه، ممكن واحده نص ساعه، على حسب طبعا البوتاجاز بتاع كل واحده. فانا بس ايه، يعني بنعمله مع بعضنا، وكل واحده عارفه البوتاجاز بتاعها بياخد وقت قد ايه. يعني الطاجن ده خد معايا ساعه الا ربع. والبطاطس طلعت دايبه وجميله، والصدوق طبعا طلع مستوي، لان انا كنت مشغله الفرن من قبلها يعني. انا برضو برص بقى بقيه الطاجن. هيعجبكم جدا وخفيف جدا. يعني اكله خفيفه كده، برضو لسه الجو حر، نبعد عن الحاجات المسبكه شويه. واقل من نص كيلو صدق، والله عملت طاجن جميل. وممكن اكون حطيت بقى مكعبين زبده. بس ادي السوائل اللي انا حطيتها، وهغطيه وهدخله الفرن. بصوا حبايبي بطاطس. طبعا بقى انزل صوص جميل جدا للرز. وطبعا البطاطس بتحب يعني الرز. هيعجبكم قوي. بألف انا وشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.